سجلوا هالوصفة عندكن لأنه متأكدة إنه حتعملوها مرة ورح تعيدوها كل مرة. كتير طيبة رهيبة. تعالوا شوف الوصفة. أول شي عندي ملعقة كبيرة توم مهروس، ملعقة كبيرة ملح، ربع كوب حامض، ملعقة صغيرة بابريكا، نص ملعقة صغيرة هيل ناعم، وربع ملعقة توم باودر، نص فنجان خل، وملعقة كبيرة رب البندورة، وبضيف فوقن فنجان زيت نباتي ونص فنجان زيت زيتون و3 معالق لبن كبار. بخلطهم كلهم مع بعض. برجع بضيف فوقن زعتر أخضر بري وزعتر مجفف بري. فيكن تحطوا واحد من الاثنين، أنا حبيت عزز النكهة فزدت زعتر بري ناشف. هلأ الدجاج عندي فخاد، فيكن تستعملوا أي جزء من الدجاج. نشفوا الفخاد كتير منيح، أكيد بعد ما تكونوا نظفتون وغسلتون نشفون كتير منيح من المي لحتى تلقط التتبيلة عليهم. بتخلطون منيح وبتتركوهم بالبراد ليلة كاملة أو 4 ساعات. بعدين عندي بطاطا حطيتهم بأرض الصينية وجزر، رشيت عليهم ملح وفلفل أسود. ما في داعي أي شي بهارات زيادة لأنه هلأ البطاطا والجزر رح يتنكهوا كلهم بنكهة الدجاج. بتصفوا الدجاج فوق الخضرة. فيكن تحطوا الخضرة يلي بدكن اياها. كتير بحب لما اعمل دجاج متبل حط التتبيلة بين الجلد وبين اللحم، كتير بيعطي نكهة طيبة وبتصير الدجاج يشرب التتبيلة اسرع. حطيت اخر شي شرائح بصل وورقة من ورق الزبدة عشان ما يلزق الجلد على السانيتا وتضيع الجلدة ويتخرب شكلها. برجع بغطيهم بورق سانيتا وبحطهم بقلب الفرن لمدة ساعتين ليستوي الدجاج. والدجاج يعني توم. تعالوا شوفوا كيف عملت كريمة التوم. أول شي عندي ملعقتين نشا، حطيت فوقهم نص كوب مي، خلطتهم على النار لحتى صاروا مثل ما شايفين القوام. أخدهم على محل لحتى أخلط فيهم 7 حبات توم، ملعقة صغيرة ملح، عصرة حامض، رشة زيت زيتون كتير بتعطي طعم طيبة. وببلش أخلطهم أنا وعم صب زيت نباتي نص كوب لحتى يصير عندي القوام تقيل وسميك وناعم وأبيض مثل ما عم بتشوفوا. ما بخبركن كيف كان القوام، شي كتير رائع والطعم كتير طيبة. إذا بتحبوا التوم أقل حدية نقصوا توم، وإذا بتحبوا تزيدوه حدية بتزيدوا توم. هيدا العيار معدول. وبعد ساعة ونص ساعتين بتشيلوا الصينية من الفرن، بتكشفوا عن ورق السانيتا وبتحطوها بقلب الفرن لحتى تتحمر من فوق لمدة ربع ساعة. بهالوقت عندك ملعقة كبيرة توم مهروس، نص فنجان حامض، وربع فنجان من زيت الزيتون. بس تطلع الصينية دغري من الفرن بحط فوقها هيدي الخلطة الطيبة لحتى يتشرب الدجاج نكهة التوم والحامض أكتر. وما بخبركن قديش كانت الطعمة طيبة، طعمة الزعتر مع التتبيلة شي خرافي. عن جد جربوها ورح تعيدوها، متأكدة انه حتعيدوها كل مرة، ومتأكدة انه رح تعجبكن كتير لانه عن جد كتير طيبة. صرت بلشت بدي دوق وما كنت اعرف وقف قد ما كان عن جد شي كتير طيب. جربوا الوصفة وخبروني رأيكم، والف صحة.